السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الكلام نحمد ربنا حمدا كثيرا وفيرا طيبا مباركا فيه على كل نعمة ربنا ادهلنا. الحمد لله والشكر لله، والصلاة على نبينا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. مش عايزه افكركم ان شاء الله باذن الله هيبقى ده من ضمن النهارده باذن الله اكله محبشه كده ورخيصه وعلى قد الايد، وهتعملي سفره ما شاء الله ولا قوه الا بالله. النهارده هنعمل ايه؟ حاجه بسيطه كده. بصلايه دلوقتي ومعلقه سمنه اهيت وهتدبل. هنعمل شويه رز كده وجنبهم شويه حاجات كده نحبشها كده. وتعالوا معانا هنبدا خطوه بخطوه. بصلايه تصفر. طبعا هنا انا محضره بقى الرز اهوت، ميه اهي حطاها بعد ما البصله دبلت، مش اتحمرت، دبلت بس. ريحتها حسيتها كده. هضيف الرز. ضفت الرز اهوت وهديله تشويحه كده مع البصلايه. وخلينا حاطين معلقه السمن دي بقى بساريه 3/4 كيلو. شطفتها ونضفتها اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دي بقى اللي بيقولوا عليه الجمبري الغلابه، بس دي هتبقى احسن من اي حاجه ما شاء الله ولا قوه الا بالله. سبتها في المصفى الصفه كده عشان انا عايزاها ناشفه جافه من غير ميه فيها سواد. اللهم صل على النبي. ركزوا معايا دلوقتي. بعد ما شوحته حطيت معلقه صلصه. انا طماطم مسبكه، ما بجيبش صلصه معلبه، دي طماطم فريش ومتسبكه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وندعت شبت بسيطه كده، وبضيف الشبت اهوت انا حطيت جنب اهوت. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بعد قرب السوق هنضيف له الشبت، رشه شبت بسيطه بتعمل ريحه للرز غير اللي احنا هنضيفه بس في الاخر خالص قرب ما يستوي. قلبنا الرز كده. هنضيف بقى الجعده ما شاء الله ولا قوه الا بالله اهو. حابه تعملوا الرز بالطريقه ديت يعني، بس بيبقى نفسه وريحته ما شاء الله ولا قوه الا بالله. بشرنا بطاطستين زي ما انتم شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وهتاخد غلوتين اهو متقشره ومتقطعه التقطيع ده عشان يبقى جنب الطبق اللي احنا هنعمله اهو. غلوتين 2 ومش هسيبها في الميه كتير. اطباق تغلي غلوتين كده نص سوا. بعد ما غليت غلوتين حطيتها بقى. انا صفيتها اهيت من الميه اللي عليها وهسيبها كده مع نفسها مع ملح بسيطه في الميه وما كترش الملح اهي. ما شاء الله ولا قوه الا بالله. متماسكه ومنها مستويه برضه. انتوا شايفين عشان انها مستويه ما شاء الله. سخنا الزيت وحطينا البطاطس في الزيت عشان تتحمر. بعد ما نشفت من الميه هترشش عليها كده بهارات كده من بهارات السمك. بجيبها بواقي كده بتبقى جاهزه. بهارات السمك اهي. سبحان السمك بتخليها لها طعم وريحه وما شاء الله ولا قوه الا بالله. وهقلب الكلام ده كله مع بعض كده بالتوابل. وبعد كده بقى الخطوه اللي جايه بقى. بسم الله ما شاء الله. لو انت متابعاني هتعرفي ان انا كل مره بعمل الرز مع السمك بطريقه مختلفه. مره بعمله بالخضره، بعمله بكذا طريقه. فبعد ما اجفي كده زي ما انتم شايفين كده هضيف له بقى اهو. وهقلبه واسيبه بقى يشفشف مع نفسه. طبعا هنقول يعني هتفرق ان الخضره لما نحط كل حاجه مع بعضها وتستوي لا، الخطوات بتفرق طبعا في الطعم وفي الريحه وفي كل حاجه. اللهم صل على النبي. بعد ما يتشفشف لازم هيتوطى عليه وهيتشفشف اهوت. طبعا والميه تجف منه بتحط الخضار بقى. الخضار لما بيبقى نص سوا كده بيدي طعم للرز يعني ونفس حاجه تانية خالص. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هقلبه بقى تقليبه واغطي عليه واسيبه بقى يستوي. طبعا هنا البطاطس اهي ما شاء الله اهي بدأت تحمر اهي.
طبعا السلطه الخضراء في الاكل طماطم بقى وجزر، كل الالوان تكتر كل ما الفايده تبقى اكتر واكتر. على راي بنت اخوي معلقتين دقيق وحطينا عليها البهارات بتاعه السمك اهي. ادي البهارات بتاعه السمك ومعلقه صغيره خالص من الزعفران. بطاطس اهي بدات تحمر. بطاطسيات ما شاء الله ولا قوه الا بالله. الرز اهوت ما شاء الله ولا قوه الا بالله اهو. عفرناها بالدقيق ولازم تبقى يعني لازم تبقى مفرده كده مش ماسكه في بعضها عشان تديكي نتيجه حلوه. حبه بحبه كده وتعملهم بالدقيق. الجمال ده بسم الله ما شاء الله. شايفين ما شاء الله ولا قوه الا بالله. واللون جمبري الغلابه. ما تنسيش تحطي معلقه نشا او معلقتين عشان القرمشة تزيد في السمكات. بص اللون الجميل ده. حضرنا الجرنيش دي. بص المية اللي هي بتروي الأراضي دي كلها. الراب اللي كان هات